يا صباح السعادة، ازيكم حبايبي؟ معاكم ميري أنور. جايه لكم النهارده بحلو سهل وبسيط، فطيرة الجلاش بالكاستر. حلوة جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه، والحشوة بجد حاجة كده عظمة. يلا مع بعض ندخل الفيديو نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. وزي ما عودتكم حبايبي، شربات الجلاش لازم يكون بارد والجلاش بيكون سخن. ومقادير شربات الجلاش عبارة عن ايه؟ هنجيب كده كوباية سكر كبيرة، طبعا معيار الكوباية بيكون واحد. مج سكر كبير انزل فيه بحله كده، بس المهم ان انا انزل بيه ما اخلوش يوصل على حرف الحله. عشان أأمن نفسي بنزل بكوبايه ميه، بنزل على حرف الحله علشان ما يسكرش معايا. وهناخده نحطه كده على النار، ولما يغلي على النار مده 5 دقايق هنزل عليه بعصره ليمونه واسيبه حوالي بعد 3 دقايق، وهطفي عليه واوريه لكم. يلا مع بعض نجهز الحشوه. هنجيب كده كوبايتين لبن جوز الهند. الطريقه موجوده على قناتي، سهله جدا وبسيطه. مفيش لبن جوز الهند ممكن نعمل بكوبايتين ميه عادي. وانزل عليها بمعلقتين كاستر. انا بستخدم نوع دريم حلو جدا، نتيجته مضمونه. يعني ومعدل كل كوبايه سوائل عليها معلقه واحده من الكاستر، واقلبه كده حلو وارفعه على النار. طبعا رفعته على النار بتكون نار هاديه جدا، وايدي فيه ما شيلش ايدي خالص. انا هنا ما حطيتلوش اي سكر، انت عايزه تحليه مفيش مشكله، بس انا بستكفى بطعم الحلو بتاع الشربات. تمام. طبعا بعد ما قلبت حوالي 5 دقايق تقل معايا بالشكل الجميل ده. كده تمام جدا، المقادير دي مظبوطه ويا ريت تمشي عليها بالظبط. كده انا خلصته، يبرد ونكمل وصفه. وبكده حبايبي انا خلصت الشربات بيبرد معايا، وكمان الكاستر. هنجيب مع بعض كده الصينيه بتاعتنا اللي هنعمل فيها الفطيره، ومعايا حوالي ربع كوبايه زيت. ادينا كده بقى، اذا كانت الصينيه المونيا بيركس ايه الموجود عندك. لان اول مره كده الصينيه، ونبدا مع بعض نشتغل في الجلاش. معايا لفه جلاش هتعمل لي فطيره حلوه جدا، يعني كبيره وتقيله ومحمله. احط ورقتين كده، بس اطلع جزء منها بره الصينيه عشان دي اللي هقفل على الحشوه بتاعتنا. احط واحده طول وواحده عرض، بحيث ان انا اداري حرف الصينيه خالص. تمام. بسيب حوالي من بره كده يعني حوالي 5 سم من الجلاش بتاعنا. افضل بقى الف كده اتنين اتنين، وبين كل اتنين ادهن بالزيت. انا عاملاها نباتي صيامي، انت عايزه تدهنيها بالسمنه مفيش مشكله، بس بحس دايما ان الزيت تبقى خفيفه، خصوصا الحلويات يفضل تتعمل بالزيت عشان تكون هشه وخفيفه. تمام. في النص واحده بقى من غير ما ادهنها، ونزلت عليها بالحشوه الكاستر. تمام. افضي كل الكميه. خدي بالك الكاستر معايا هنا بارد، انا مش عايزاه يكون سخن. وكده انزل بكل الكميه بتاعتي كده، وابدا اسويها وافردها بالشكل ده. تمام. طبعًا ما تقلقيش مش هتطلع معاكِ خالص من برّه، لإن إحنا سايبين أطرف الجلاش من برّه، ده اللي هيقفل على الحشوة بتاعتي. تمام كده. هابدأ بقى ألِم من كل جنب، أدهنته بالزيت الأول، وأبدأ ألِم بقى بكل جنب كده، شمال ويمين. لفّي بقى ما تخافيش، لمّي أي زوايد من جوّه، كل ده مش هيبان معاكِ في الفطيرة بتاعتِك، بس هيحافظ لي على الحشوة. طبعًا كده خلاص. وهاجيب بقى كام واحدة كده على الوش. أدي الأول زيت، دهن زيت بين الطبقة والطبقة بتخلّي الجلاش مورق ومقرمش معاكِ. كده وباحط على الوش كده واحدة والتانية، وابدأ إن أنا إيه، أدهن تاني، وبرضه أحط شمال ويمين كده. يعني فطيرة عادية بس حلوة جدًا. إحنا بناكل الفطيرة دي برّه بمبلغ وقدره، بس مش زي البيت. حاجة البيت حلوة واقتصادية، وعارفة أنتِ بتاكلي إيه، وجميلة جدًا. أبدأ كده أفردها، دهنت خلاص الوش خالص، ألِم بقى أي زوايد من تحت الفطيرة. بُصّوا، عشان كده يُفضّل تكون الصينية مدوّرة مش مربعة، أقدر أتحكم وأدخّل الزوايد من تحت. شايفين كده سهلة جدًا وبسيطة خالص. وبعد ما لميت الفطيرة من كل الجوانب كده وقفّلت على الحشوة بتاعتي، نبدأ بقى نقطّعها مع بعض. يُفضّل تقطيع الجلاش وهو طري عشان ما يتكسّرش منّي وهو مستوي. قطّعيه بقى بالطريقة اللي أنتِ عايزاها، طول، عرض، مثلثات اللي أنتِ عايزاها. وكده بعد ما أقطّعها مولعة الفرن من بدري على 180، هادخّلها رف وسطاني تاخد بالضبط حوالي 10 دقايق. وبعد ما تاخد 10 دقايق هاطلّعها وأورّيها لكم. وبعد ما استوت معايا ده شكلها الجميل، صدقوني الكاميرا ظلماها، حلوة جدًا، جدًا. بُصّوا شكلها. وهنا هانزل عليها بالشربات وهي سخنة خارجة من الفرن، والشربات يكون بارد. سامعين الصوت؟ كده بأكد لكم إن فطيرة الجلاش بتاعتي ناجحة 100%، تبقى مقرمشة من برّه وطرية من جوّه. بس تبرد وأوريها لكم. سِبتها حوالي 5 دقايق كده، هابدأ بقى أجنّشها. جنّشيها بحبّة سوداني، أي حاجة عندِك. أنا جنّشاها بحبّة فستق كانوا موجودين عندي، تدّيها شكل حلو. ممكن تقدّميها سادة، بس كده سخنة، ما تقطّعش أمّا تكون باردة. ممكن تعمليها من الصبح تقدّميها آخر النهار، حلوة جدًا. كل ما تقعد كل ما تحلو. بألف هنا وشفا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس على الكل عشان ييجيلكم من عندي كل جديد. بألف هنا، كل سنة وأنتم طيبين.